السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب ام مالك. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير كده دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان خلاص بقى، فاصل ما بيننا وما بينه كده ايام. ربنا يعيده علينا وعليكم يا رب وعلى الناس كلها بالخير. وكل أسرة كده ما تفقدش حد عزيز عليها وتبقى سفرتها كده كلها ملموم حواليها كل حبايبها يا رب. يلا بينا قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين شفتوا الفيديو الصلصة، زي ما انا كنت عاملة فيديو الصلصة كده معاكم. طبعا شفتوا طريقته. فيديو الصلصة دي انا عايزة اقول لكم انا بخزنها دايما بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها انا منزلاها معاكم في الفيديو دي. بتخلي والله العظيم الاكل طعمه جميل جدا وبيحتفظ بطعمها، بتبقى حلوة. وما بتاخدش وقت كتير بقى زي ما تضربي في الخلاط وترجعي تصلصي تاني على البوتاجاز والدنيا دي كلها. المهم عايزه اقول لكم ان انا في اليوم ده كانت ايدي طول النهار في الميه. اشتغلت كتير جدا تحت الميه بقى، ظبطت الدنيا. وطبعا عارفين بقى الوقت ده بيبقى في الشهر الكريم ده بنبقى عايزين نخلص كل حاجه عشان نتفرغ للعباده كده. كل سنه وانتم طيبين كمان مره كده، ويا رب دايما معايا. بقول لكم انا كده عامله 7 كيلو طماطم. طبعا سلصتهم وهركنهم طبعا في الفريزر بقى عشان خاطر رمضان زي ما قلت لكم. ان شاء الله فيديو بكره باذن الله. جهزت بقى الصلصه وعينتها في الفريزر وكل حاجه. وعملت معاها برضو شويه حاجات كده هتشوفوها ان شاء الله. طبعا الحوض معايا بنضفه بعد ما بخلص زي ما انتم شايفين شكله. لازم يبقى الحوض نضيف معايا لان زي ما قلت لكم انا دايما بنضفه بعقمه، بغسله بخل وبغسله بكلور وبكل حاجه. لان بصراحه ما بقدرش استغنى عنه. يعني انا لما جيت اغسل الطماطم زي ما شفتوا معايا كده رحت جايه قلبه طبق الطماطم في الحوض. فطبعا لازم اكون غسلاه ومنضفاه قبل ما ابدا في الحاجه وبعد ما اخلص كمان. اهو زي ما انتوا شايفين لازم الدنيا كلها تبقى منوره قدامي كده. رحت بقى على البوتاجاز، حطيت الصلصه على البوتاجاز علشان خاطر بقى اسلقها وتستوي كده. ومعايا في الحله التانية كنت عامله كشري مصري، وكنت عامله لهم فراخ. بس ده اللي اتبقى بقى، فعشان طبعا الم المواعين واغسل وما يبقاش عندي مواعين ولا المطبخ يبقى مكركب. رحت جايه حاطه حاجه الكشري كلها لميتهم في بعض في الحله دي. وحطيت عليهم الفراخ. ان شاء الله اللي هيتبقى يا لبكره، بس ما اعتقدش يعني ان كان حد هيتعشى بيه يعني. فقمت جايه حطاهم، هحطهم في التلاجة اهو. والله اللي عايز ياكل منه الف هنا وشفا، واللي ما كانش عايز ياكل خلاص براحته. بس المهم اللي حصل ان انا عينتهم فعلا في التلاجة لان ما حدش رضى يتعشى بيه. بس وكمان طلعت حلة الشوربة بتاعة الفراخ بقى. هتشوفوها معايا دلوقتي. حطيتها على البوتاجاز علشان تغلي، علشان مهعينها في الفريزر. عوزت اعمل مثلا ملوخية وانا ما عنديش شوربة اهي تبقى موجودة معايا. عوزت اعمل محشي هسقي بيها محشي. لسه الظروف مش عارفة الدنيا هتبقى فيها ايه، بس اكيد هنستغلها يعني. مش هنرمي اي حاجة عندنا في البيت. الشوربة اهي زي ما قلت لكم بتبقى طعمها حلو جدا. طبعا بتاعة الفراخ اللي انا بربيها عندنا في البيت، انا عايزه اقول لكم يعني نادرا جدا 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 لو اشتريت فرخة من بره، لان بصراحة بنتقرف منها. مش زي طعم بتاعتنا اللي بنربيها في البيت خالص. إيه، بتبقى مش عارف، انا بحس بفرق بالطعم بصراحة. بس كده. وزي ما انتوا شايفين البوتاجاز نضيف معايا وزي الفل. شفتوا بقى لسه ما خلصتش الكلمة. شوفوا شكل البوتاجاز بقى عامل ازاي. ما لحقتش افرح بالكلمة ولا افرح بشكل البوتاجاز. الصلصة طبعا المية بتاعت الصلصة وقعت على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. لو سبتها ولعت البوتاجاز بعد كده بتنشف وبتسمر وبتخلي البوتاجاز مش نضيف خالص. فطبعا اي حاجة بتقع اول باول كده بقوم جاية ماسكة فوطة المطبخ مسحاها ومنضفاها بحيث ان الدنيا تفضل نضيفة حواليا. اهو يا حبايبي. رحت بقى على الرخامة اللي جنب البوتاجاز كنت شارية. شايفين معلقة الكمامة ازاي لما جيت من السوق؟ طبعا هشيلها ارميها خلاص كده. إيه، جبت فول اخضر، فول الحبايه بلدي والحبايه ملانه كده وما شاء الله، وكان طعمه حلو قوي. عشان هفصصهم واعينهم في الفريزر لما اجي اعمل مثلا كشري الفول الاخضر. منزلاه في القناه كان طعمه يا بنات حلو جدا جدا. وجبت بسله هفرطها برضو، هقعد افرط البسله وافرط الفول. بس عايزه اقول لكم ان البسله المره دي ما كانتش حلوه، كانت نصها فاضي.
بس الحمد لله ما جبتش منها كمية، يعني ما جبتش منها الا 2 كيلو بس، لان شكلها وانا بجيبها بعد ما وقفت عند الست اتحركت بصراحة ان انا يعني اسيبها وامشي، فقلت لها خلاص هاتيلي 2 كيلو بس، يعني مش مشكلة ال10 جنيه عشان ما تحركش. وطبعا بقى كنت جايبة خس وقفت انضفه زي ما انتوا شايفينه كده، بنقطع الراس من فوق. ويعتبر الخس يعني هو قلب الخاصية اللي بيتاكل، اي عود بره مش حلو كده بنشيل، اي حاجة كده بنشوفها. وطبعا بنقطع الورق ده بالسكينة كده. في ناس بقى بتعمله محشي وبيبقى طعمه جميل جدا، بس انا بصراحة مش هعمله محشي. عملته مرة غلبني قوي قوي، على ما مسكت اللي بيبقى طري والناعم كده لازق في بعضه، بيغلبني على ما بفكه من بعضه علشان خاطر الف المحشي. وزي ما انتوا عارفين طبعا انا استاذة في لف المحشي، يعني عشان الف حلة محشي ممكن اقعد لي ساعتين تلاتة. فعلى ايه الغلبة بقى بنقصه، لو حد عايزه ياخده ولو محدش بيعوزه برميه. وانضف كده الخس كويس اهو. مجرد ما بنشيل حتة من الراس كده هو اصلا بيتفرط اي ورق او اي عواد مش حلوة يعني. طبعا اليوم ده قلت لكم كان اليوم ده طويل جدا، والروتين ده عايزه اقول لكم انه بدأ بعد الغدا، يعني كان بادئ مثلا الساعة 6 ولا 7. لان كمان نظفت المطبخ فيه شوية كده، فمخلصة في اليوم ده الساعة 12 او 1 بالليل. قلت خلاص بالمرة بقى طالما انا واقفة هقف اشطب اي حاجة ورايا عايزة اعملها. فببص قلت انا كنت في السوق في اليوم ده، خلصت الحاجات اللي ورايا دي. افرد بقى البسلة واقعد انضف الخس، وكنت جايبة بصل اخضر كمان. خلصت الخس زي ما انتوا شايفين اهو نضفته، بس طبعا لسه ما غسلتش. وكنت جايبه بصل اخضر هقف انضفه برضو، بس مش هنضفه كله، على قد بس الاستخدام كده. هنحطه ونروح نغسل كله طبعا. زي ما انتوا عارفين بنغسل بالمية الجارية، وبنحط حوالي ربع كوباية خل على الخضار. لازم الخضار يتغسل بخل، وخضار وفاكهة واي حاجة. الخل بيقتل اي ميكروب او اي حاجه فيه، فتبقى انت او ولادك بتاكلوا الحاجه وانت مطمن اهو. بنضف بقى. بصوا البصلايه لقيتها طويله جدا، قلت ايه ده وانا جبت ده ازاي؟ بصوا مش عارفه برضه، بس والله العظيم ما كانش حامي، يعني ما كانش حراق، كان بصليه مسكره كده وكان طعمها حلو. ولادي بيحبوا يفطروا بيه مع الفطار الصبح البصل الاخضر ده. وطبعا عارفين انه بيعمل مناعه كويسه في الايام دي، بس وحش بقى في حكايه النفس دي مش حلو خالص. ما بشيلش اللي فوق دي غير وقت الاكل، عشان خاطر البصلايه ما يحصلهاش حاجه ولا ريحتها تغير ولا يحصل فيها اي حاجه. بس يا حبايب